كابتن حسام وكابتن سيد لا مش مسامحهم ولا اقدر اسامحهم. وعايز اقول لك حاجه، انا بدعي عليهم ليل ونهار كل يوم. والله ما ناتك عليك، بدعي عليهم. اصل انتوا ناس طبعا ناس ضروني في حياتي وضروني في مستقبلي وفي اكل عيشي. هو انا لما هم رفعوا التليفون وكلموني، هو انا كلمتهم؟ هو انا اللي كلمتهم؟ هو انا ضربتهم على ايديهم قلت لهم انا عايز اجي النادي؟ ما حصلش. انا قاعد نايم في بيتي لقيت التليفون بيرن، هم كلموني وحصل كل المفاوضات اللي انا كلمتك فيها شرحتها لك دلوقتي. يعني انتوا اللي عاملين كده بمزاجكم، انا ما غصبتكوش على حاجه. انت فاهم ازاي؟ ما ضغطتش عليكم في حاجه، ما فيش اصلا سمسار دخل في الموضوع كلمكم وعرضني عليكم. ما حصلش الكلام ده. ده انتوا اللي كلمتوني من غير وكيل، من غير سماسره، من غير اي حاجه خالص. فانتوا اللي عملتوا كده، وانتوا اللي بوظتوا الدنيا، وانتوا اللي قفلتوا الموضوع ملوش علاقه بالنادي الاهلي خالص. انما الاثنين دول لا، حسب الله ونعم الوكيل فيهم. انت ما بعتش لحد فيهم اي مسج او اي حاجه؟ لا ملهاش لازمه، ملهاش لازمه. هو ما شاء الله يعني كابتن حسام مشي، انت شفت مشي الطريقه اللي مشي بيها من النادي، واخيرا كابتن سيد انت شفت مشي ازاي. الناس قاعده تقول لك احسن مدير كره في تاريخ النادي الاهلي وبتاع، انا معترض على كده. انت كل اللي حصل لسيد حفيظ من خير ده ودعيت عليه، طب ما جربت تدعي عليه يمكن تمشي. تاخده بالجنيه المصري حاضر، هنداله على اقساط حاضر، هتتعاقد مع كذا حاضر، اللي هي مشروب الدم ده. ما تلعبش كاس مصر حاضر، ما تجيبش صفقات حاضر، ما تفتحش القيد حاضر، هتروح ماتش السوبر باللعيبه اللي هي موجوده حاضر. وكل ده جماهير نادي الزمالك هي اللي شايله الطين، وهي اللي بيتحرق دمها، وهي اللي بتموت عشان نادي الزمالك، والتانيين ولا في دماغهم. ليه؟ طالما اسيادهم راضيين عليهم مش مهم جماهير نادي الزمالك ولا لعيبه نادي الزمالك ولا نادي الزمالك نفسه. اهم حاجه ان الاسياد راضيه علينا وقاعدين على الكراسي بتاعنا. بس الموضوع ده مش هيطول ان شاء الله، وانا بقول لك اهو ان الفتره اللي جايه دي جمهور نادي الزمالك مش هيسكت. انا خلصت كلامي وقلت اللي عندي وخلصت ضميري، والكرة في ملعب جماهير نادي الزمالك. السلام عليكم. كل قرايش وانسى اللي حصل من طلائع جيش.